لولو حاطة الطربوش على راسها واخدة دور الحكواتي. جاهزة لزينة رمضان ماما؟ شو بتقولوا انتوا للطربوش يا جماعة؟ طرطوشة صارت. يلا خلينا نبلش بالحكاية. يا سادة يا كرام، اليوم زينة رمضان. سلام حبايبنا، كيفكم؟ اليوم رجعنا لكم بمشترياتنا الرمضانية. حبايبنا، الفيديو اللي مضي اعطيناكم لمحة بسيطة عن مشتريات الرمضانية. اليوم رح نفرجيكم زينة رمضان على السريع ونزينها مع بعض. يلا جاهزين حبايبنا؟ جاهزين؟ من وين بنبلش؟ من الفوانيس ولا أول شيء هذا الهلال الرمضاني مع الترمس، رح نزينه نحط له ورد يطلع شيء مرتب. رح نضيف عليه لمساتنا الخاصة. واللمسات الخاصة عبارة عن هدول الوردات. اللون الأبيض مع الذهبي رح يطلع تحفة. أعطونا رأيكم بهاي الوردات. هون عنا ترمسين، هون حسن نحط فيهم عصيرات او مثلا تمر هندي او سوس برمضان. مدام محمد حكى عن الترامس، هي الكاسات مشان نصب فيهم العصاير السوس والتمر هندي. صحيح، مو بس هيك يا جماعة، كمان عنا هذا الترمس الكبير. هذا خاص للسوس، هذا غير السوس ما بنحط فيه. تمام. هدول حطيش ما بدك فيه. هدول عصائر تمر هندي. هون في عنا مجموعة إضاءات للخيمة الرمضانية. طبعا وقت رح نزين رح تعرفوا وين رح نحط هدول الإضاءات. هدول كمان كلياتهم مكملات الإضاءة. مش هدول، بس هدول بشكل مصغر. أنا هذا الفانوس كتير شكله حلو، شوفوا. وهي كمان رح نضيفها كمان للخيمة الرمضانية. بس الأهم شيء هدول الفوانيس الحلوين، فانوس هذا والفانوس هذا عن جد كتير حلوين. هدول بدي نحطوا وين؟ جوات الخيمة بمكان الزريعة، بدل مكان الزريعة بنرتب لهم مكان بنشوف وين نحطهم. شوفوا هالهلال يا جماعة، عليه فانوس كتير حلو. لولو شو هدول كمان؟ رح نحطهم يا جماعة هدول جوات الفانوس. اقترحوا علينا يا جماعة. أي واحد مناسب لهدول الفوانيس. بس الصراحة لازم يكون كمان أكبر. صح، اضطرينا يا جماعة ناخذ من هدول لأنه ما لقينا طلبنا. المهم إضاءة. عنا شلالات هون يمكن نعلقه هون على البرادي. طبعا هذا أجواء رمضان لازم نحط. يا جماعة رح أحكي لكم شغلة. السنة الماضية عملنا سلسلة رمضانية وكان عمار اخذ دور الحكواتي. إذا بدكم روحوا شوفوا الفيديو، عن جد كتير بجنن. فيديو منوع، كان عبارة عن طبخ والحكواتي والسكتش والدعاء. ودعاء. كانت أول فقرة هي كانت الدعاء. تابعوا القناة، ادخلوا على القناة وشوفوا. شوفوا يا جماعة، بس ناصر النظارات. النظارات والمقلبية عن جد كتير لاب إلك. ايه والله القالب غالب. هدول كمان. هلا بما انه حكينا عن الخيمة وخلصنا منها، صار في كتير اشياء رح نحطها بالخيمة رح نعلقها بمكان تاني، يعني يا على الحيط يا على الغرفة. وهدول سجادات الصلاة. هدول لولو، هدول تياب الصلاة لسما ولولو. وهذا للماما، وهدول للماما. هدول الكل. هاي شوفوا يا جماعة. قرآن. اهم شيء طبعا بالرمضان، هاي سجاد الصلاة. هلا اهم شيء برمضان واحد انه يصلي ويقرا قران. رمضان شهر العباده. صحيح. طبعا هلا نحن نساوي الخيمة عشان واحد يصلي فيها ويقرا قرآن فيها. صراحة يا جماعة الجلسة الرمضانية أو الخيمة الرمضانية لا تفوت، بتجنن. هدول تبعت المخدات. في عنا هذا الموديل يا جماعة للمخدات أو الكوشنز. وفي عنا هذا الموديل المخدات. اكتبوا لنا بالتعليقات اي موديل احلى، هاد ولا هاد. أكيد هذا. هلا بالنسبة لديكور البيت هذا اكيد احلى يعني. الفروة للخيمة هي. تحمسوا معنا يا جماعة للخيمة الرمضانية لأنه فعليا رح تكون أحلى شي بزينة رمضان. هدول الطاولات بيطلع شكلهم كتير حلوين. لولو كمان حبت تعرض بس خجلت تحكي. رح أحكي مكان هدول حبال الزينة كمان رح نحطهم بالخيمة الرمضانية. هاد مفرش طاولة السفرة. فهون في عنا مجموعه فوانيس، صغيرة وكبيرة. صغار في كبار، في يعني عده فوانيس. نختار لهم مكان. ايوه نختار المكان وين ونوزع نحطه؟ بكل البيت. تقريبا عرضنا كل شيء. خلينا نختصر الوقت ونبلش بقى نزين. جاهزين؟ جاهزين طبعا. يلا أول شي رح نبلش فيه الخيمة الرمضانية. شوفوا يا جماعة هون فضينا لها مكان وهلأ رح نبلش بالخيمة. يلا على الشغل. هيدي عم نركب بالخيمة الرمضانية. رح تكون أحلى شيء هي الخيمة.
وهلأ هيك يا جماعة صار الهيكل الخارجي للخيمة جاهز. بسم الله يلا هلأ المرحلة الثانية رح نحط القماش على الخيمة. يا جماعة لفينا القماش على الخيمة كلياتها. هلا هون حطينا جامع مع هلال. عمار عم بيثبت الإضاءة بالإبرة والخيط لأنه ما لنا حل تاني. الله يعطيك العافية. أخيرا عمار تقريبا خلص تثبيت الحبل الإضاءة. حبايبنا هون قاعدين عم نحط وجاه المخدات لرمضان. الكوشنز. استلموا المهمة لمار وسما. شوفوا لي يا جماعة كيف لولو مندمجة بتلبيس وجاه المخدات. هاي دخلنا أول وحدة. برافو لولو. ايوه هي. اوه هذا حلو. يلا خلينا نعمل تحدي نشوف مين رح يخلص أول واحد فيكم. اللي مع يوسف يمكن أطرى. مثل بعض ماما بس يمكن اختلاف نوعية القماش. شو رأيكم يا جماعة؟ أي لون أحلى؟ اللون الذهبي ولا الأخضر؟ هون خلصنا وجوه المخدات. نحط الإضاءة داخل الخيمة يا جماعة بعد ما حطينا الهلال والنجمة. الله الشلال. هات. أيوة ترقبوا النتيجة النهائية. رح نلف كل الخيمة تماما. يا سلام شكل الغيمة. هيك قصدي يا سلام شكل الغيمة رح تطلع حلوة. طلعت معي بلساني الغيمة. عادي عادي. خيمة. رجعتي قلتي غيمة ترى. رجعتي قلتي. ايه حمسين لرمضان ولا لا؟ الخيمة جمالها رح يكمل بالإضاءة. احكونا يا جماعة إذا أنتوا زينتوا أو ما زينتوا أو عم بتزينوا. إذا ما لكم مزينين يلا قوموا تحمسوا بلشوا زينوا. رمضان مو بزينته بعبادته بس. مو زينة الزينة الظاهرية، الزينة الباطنية. أيوة زينة الإيمان. الزينة هاي بتحسسنا ببهجة رمضان. بالضبط. الله هيك خلصت الزينة. زينة الأضوية تركبت. هاي الزينة الخارجية والداخلية. هلا ايش ناقص الخيمة؟ هلا رح نحط المفرش ونحط الديكورات الداخلية وبعدين نرجع لكم باللقطة النهائية. هلا هون عمار عم بركب الشلال على البرادي. عن جد رح يطلع منظره كتير حلو بجنن. بسم الله. عن جد منظرهم بجنن. الله يعطيك العافية. انجزنا. أخيرا ضل شوي ونكون خالصين. أصعب فقرة بالزينة تخليص حبال الزينة يا جماعة. هدول بياخدوا وقت أكتر من الزينة نفسها. قولي يا جماعة الكل واقف وقاعد بيخلص بالحبال الزينة. تمام. بس عجبش لونه؟ وعلى أساس لون صحراوي. بركي ملون؟ نجرب. الحمد لله طلع اللون الصحراوي ما طلع الملون. بعد عدة نقاشات قررنا نحط حبال الزينة هدول فوق طاولة السفرة مشان يعطوا هيك ألوان حلوة وحركات وبركات. هيك كون خلصنا من الإضاءة كاملة. يا جماعة رح نحط اللمسات الأخيرة للزينة وبعدين انتظروا النتيجة النهائية.
دور نزين هذا الهلال بهالوردات الحلوات باللون الأبيض. اللون الأبيض مع اللون الذهبي مكس كتير حلو. انتظروا النتيجة للنهاية يا جماعة، عن جد رح يطلع شكل الهلال بجنن. كمان بعدين نجربها هيك. ما رح نطول عليكم، نخلص لف الوردات على هذا الهلال بعدين نرجع لكم. وهيك واخيرا خلصنا. اكتبوا لنا رايكم بالتعليقات يا جماعه، رح نلف عليهم الاضاءه ونورجيكم النتيجه. هيك صار عندنا الهلال جاهز، شو رايكم؟ حبايبنا هيك بكون خلصنا الزينة كلياتها. نفرجيكم الجولة النهائية، رح تعجبكم كتير كتير كتير. بس حبايبنا قبل ما ننهي هذا الفيديو وتشوفوا الجولة النهائية لا تنسوا حطوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة، واكتبوا تحت بالتعليقات قديش تقيموا هاي الزينة. أهم شيء اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس مشان يصلكم كل فيديو جديد بننزله على القناة. حطوا لنا لايكات كتير. يلا جاهزين معنا لتشوفوا الجولة النهائية؟ متحمسين؟ عدوا معنا 1 2 3